شفت ام لميس عملت ايه في اللايف؟ كل حاجة بتيجي عشان حاجة، يعني احنا نعمل حاجة وربنا بيبقى يعني انت عملت حاجة عشان سبب حاجة. دلوقتي انا طلعت لكم في الفيديو اللي فات وبقول لكم احمد ضربت على ودنه، من ساعة ما ضربت على ودنه وهو ده ما يصوت، وكان تعبان جدا جدا جدا. مسافة ساعتين كنت على المستشفى بيه. وطي يا ماما شوية. مسافة ساعتين 2 طلعت جري بيه على المستشفى. طبعا هو كان اصلا قبلها كنت كاشفة عليه ان هو عنده برد. بصوا رحت لدكتور انف واذن، طلع مش بسبب الخبط، مش بسبب الخبطة بتاعته، يعني هو اصلا خبط ديت اجت سبب ان انا اروح اكشف عليه. يعني خبط ان انا خبطتها له دي سبحان الله اجت سبب ان انا اخبطه ودانه توجعه واروح اكشف عليه. تعرف احمد طلع عنده ايه؟ اقسم بالله طلع عنده صديد، والدكتور قال لي احمد ابنك عنده صديد والله العظيم لو عندي واحد كبير اقسم بالله ما يستحمله، ما يستحمله. بص كتب لي على عينه جدين، قال لي ابنك عنده صديد شديد خالص ومن زمان اصلا. يعني شفت الخبطه اللي انا خبطتها له ديت هي اللي تبعتني ان انا اكشف عليه. ادعوا له بقى ربنا يشفيه. شفتوا دواء قدين حقن بقى طفحونا يا احمد. والله العظيم انا ما عارفه دي حقنه ولا ايه دي. اداني بقى قطره بخ، قطره بخ 390 جنيه. 390 جنيه هرجعها تاني. دي كم مره في اليوم؟ دي 3 مرات دي قطره. انا عايزه اعرف، انا دلوقتي كشف انف واذن، اللي دخل المناخير في الدان، انا عايزه اعرف. بص يا ام لميس، انا ما كنتش حابب اطلع اتكلم عليك في فيديو اصلا، بس انا هقول لك كلمتين 2. الفيديو الجاي بيعمليه في الحمام، لان دي مش قاعده تقعديها اصلا، ولا دي زاويه تصوري منها.